السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ياسين حمادة. أهلا بيكم في الدرس التاني من كورس Windows Fundamentals أو أساسيات الويندوز أو الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن أساس النظام والبيئة الافتراضية أو الفيرتشوال بوكس، والمفروض إن احنا نكون عملنا لها انستليشن عن طريق اللينكس اللي أنا برضو حطيتها في الديسكربشن اللي جوه. النهاردة ندخل جوه النظام نفسه عشان نفهم أهم جزء فيه إزاي بيتعامل مع ملفاتنا وبيخزنها. طيب النهاردة احنا هنغطي 3 محاور. أول محور إيه هو أصلا نظام الملفات، وتاني حاجة هنقارن ما بين الFAT32 والNTFS. وبغض النظر من المصطلحات الصعبة دي، محدش يشغل باله بالمواضيع دي، كل حاجة سهلة وبسيطة، دي مجرد مصطلحات مش حاجات معقدة جدا يعني. وعندنا في المحور الأخير هنمشي شوية جوه مستكشف ملفات الويندوز أو الويندوز اكسبلورر، وهنبص بصة كده سريعة ازاي نبدأ إن احنا نتنقل بين الملفات بشكل سريع. طيب إيه هو أصلا نظام الملفات أو الفايل سيستم؟ هو فهرس ذكي. يعني احنا مثلا فلنقل ان احنا عندنا ملفات كتيرة جدا جدا جدا، فولدرز جواها تكست فايلز جواها PDFs جواها وورد جواها كل الكلام ده. ما اظنش ان هيبقى من الصح ان احنا نخليهم كلهم خلطة بيضة كده. المفروض ان احنا نخلي فيه تنظيم شبه الشجرة، وده مجرد مثال ان احنا نقدر ان احنا نوصل اسرع للفايلز اللي احنا محتاجينها. تمام، وده بيظبط حاجه احسن بكتير جدا، ان هو بيحدد عنوان، ان هو مثلا والله دلوقتي انا هدخل على البارتيشن دي، هدخل على الفايل اللي اسمه مثلا فلنقل سايبر سيكيورتي، هندخل على منه على فايل تاني اسمه ريكونيسانس او ايا يكن. فالموضوع بيبقى كويس جدا في التنظيم ليك انت كيوزر قبل ما يبقى كويس للسيستم. وده برضو بيمنع التداخل، بيمنع إن الملفات ما تخشش في بعضها ويحصل مثلا أنت مسمي نفس الملف نفس الاسم فالدنيا تبوظ وتلخبط وهكذا. طيب إيه هو ال NTFS وال FAT32؟ دول نظامين تخزين الداتا شبه ما احنا عارفين. طبعا نظام ال FAT32 هو قديم جدا، وللأسف محدود بشكل كبير جدا وما بيقبلش. يعني مثلا لو في ملف أكتر من 4 جيجا هو مش بيقدر يخزنه، وللأسف يحصل مشاكل كتيرة جدا. لكن بالنسبة لنظام ال NTFS يقدر يوفر لك مساحة للفولدر الواحد إن هو يقدر يخزنها لحد 16 تيرا بايت. تمام، وعندنا الأمان والصلاحيات الفترة 2 تعبان جدا جدا يعني، على الله إن شاء الله. ونظام ال NTFS ممتاز وفيه encryption كويس وبيدي امان لليوزر. تمام، الفات 32 ما فيهوش حاجه اسمها سجل التغيرات او الجورنالينج، وده برضو للاسف ان هو كان مصمم لبيئه قديمه جدا قبل ما التكنولوجي تتحدث ويبقى فيها حوارات كتير جدا جدا. لكن في الان تي اف اس لو حصل بقى الكهرباء قطعت، تخفيف احمال ايا يكن، الدنيا بتبقى معاك برضو زي الفل وملف مش بيضيع. تمام، الجزء التاني هناخد كده لفة سريعة في الفايل اكسبلورر وازاي اصلا ان احنا نتعمق فيه بشكل كويس. طيب نرجع تاني، الواجهة بتاعتنا اللطيفة جدا هو واجهة الويندوز. طيب ازاي افتح الويندوز اكسبلورر بمنتهى السرعة علشان اوفر وقت؟ عموما لو انت هتشوف الطريقة البطيئة، ندخل على this PC وبعد this PC هنسيرش this PC، هي دي الاكسبلور بتاعك. ممكن تعمل الموضوع ده بمنتهى السرعة، يعني تدوس ويندوز اي هيفتح لك نفس الموضوع ده بالظبط. هيجيب لك والله احنا عندنا الديسكتوب داونلودز ودوكيومنتس وبيكتشرز سكرين شوتس وباقي الملفات اللي عندك على الجهاز، وهيبدأ يظبطها لك بهذا الشكل. زي ما انتم شايفين عندنا على الشمال اللوكال ديسك سي ودي بارتيشنز عندنا. خلينا نشوفهم بشكل موضح شوية. ندوس عليها وهنلاقي لوكال ديسك سي والتي دي بارتيشنز عندنا في الجهاز. طيب أنا دلوقتي مثلا فلنقل هنعمل نيو فولدر، وبنعمل نيو فولدر بالمنظر ده، نيو فولدر وبيتعمل فولدر. والله عايزين نعمل اختصار لذيذ سريع جدا، ويندوز كنترول شيفت ان بيعمل لنا برضه نيو فولدر ونسميه مثلا سايبر سيكيورتي. تمام، بعد ما بنعمل الفايل اللي اسمه سايبر سيكيورتي ده بندخل جواه وهكذا. طيب خلينا نعمل جواه مثلا text document new text document، ممكن نسميه important pass، إن يعني مثلا important passwords، ونحط فيه مثلا، معلش لحظة واحدة، important password ده هنحط فيه مثلا 1 2 3 4، وهنطلع نعمل save. المفروض يكون هو اتعمل له save اوتوماتيك. اوكي،
تمام. فأنا دلوقتي مثلًا عايز أخُش على important passwords اللي جوّه الfolder اللي اسمه cyber security اللي إحنا عملناه، بمنتهى البساطة هاقوم جاي دايس على windows E شبه ما قُلنا، هيفتح لي هذا الشيء الرهيب، هنلاقي important password هنا، ده لو إحنا عايزين نشوفها كآخر حاجة اتعملت. طيب أنا مش عايز أجيبها من هنا، هندوس على الsearch home دي ونكتب important pass. وبالفعل بعد ما نعمل على طول الsearch بنجيب الimportant pass وبنفتحها وبنلاقي الfolder اللي إحنا محتاجينه اتفتح، وده إزاي تnavigate الموضوع بمنتهى السرعة. طيب عندنا الهيكل الشجري للWindows folders، نيجي مثلًا نشوف فين الWindows بتاعنا بيتخزن أصلًا. الoperating system بتاعنا بيتخزن جوه file لأن كل حاجة في الكمبيوتر is a file. وعندنا إيه هو الprogram file وعندنا الusers. طيب خلّينا ناخد لفة نوعًا ما سريعة. تمام. عندنا دلوقتي مثلًا this PC ودي المكان اللي فيه الpartitions بتاعتنا الC والD. ندخل على partition الC هنلاقي عندنا حاجات غريبة كده SD وحاجات غريبة جدًا كده. عندنا الWindows وده زي ما هو معروف يعني ده الoperating system بتاعنا. الfolder ده هتلاقي فيه ما شاء الله يعني ما شاء الله folders كتير أوي، أنت مش هتفهم منها أي حاجة، سيبها زي ما هي كده لإن دي عايزة ناس متخصصة تلعب فيها، ما تلعبش فيها وأنت ما تفهمش فيها علشان الدنيا ما تبوظش يعني. طيب وبما إن إحنا برضه على virtual box فتقدر تلعب فيها براحتك يعني. الusers وهي من اسمها الusers على الجهاز، وlater on في الcourse هنبدأ نعرف إزاي نضيف users ونشيل users وندي الusers دي privilege أو نديهم access على حاجات معينة وما نديهمش access على حاجات معينة، وهنبدأ إن إحنا نضيف dive في حتة الusers دي في المستقبل. طيب بالنسبة للحتة بتاعة الويندوز شبه ما قلنا دي فيها كل الأوبريتنج سيستم فايلز اللي إحنا محتاجينها especially فايل اسمه system32. system32 ده لو حصل له حاجة أو في حاجة فيه اتمسحت للأسف الجهاز ممكن يحصل له العديد من المشاكل والإيرورز. عموما بقى اللي أنت بتحمل حاجة بتفتحه أصلا ممكن يحصل لك مشاكل وأنت بتعمله بوتنج اللي هو بتفتح الجهاز عموما وكتير قوي من المشاكل. والله يا باشمهندس ده هيبقى زي الفل، اتفرج عليه ده بعد الغسيل ده. عندنا حاجة تانية اسمها program files. program files العادية والprogram files ال 86. عموما هو ايه اصلا program files ده؟ اي program انت بتحمله اذا كان بقى لعبة حاجات مثلا اي application بيتحمل جوه البروجرام فايلز اذا كان هنا او هنا. تمام. وزي ما قلنا اليوزرز هناخد فيها deep dive في المستقبل. وبكده نكون يعتبر شرحنا حتة الفايلز وفيها ايه. خلينا مثلا ندخل على الويندوز بعد كده ننزل على system32. فزي ما انت شايف عمل لي هنا شبه path ان احنا في الاول حاجه دخلنا على this PC وبعد كده دخلنا على partition C بعد كده Windows بعد كده system32. عايز مثلا ادخل على داونلود ده مثلا داون ليفل دي حاجات مالناش دعوه بيها. بيبدا ان هو يظبط لي الباث بالمنظر ده وده اللي بيخلي الموضوع مرتب جدا جدا. طيب ودلوقتي نيجي لآخر جزئية تقريبا وهي ضغط الملفات. الفايل كومبريسنج وإيه فايدته وإحنا بنعمله ليه أصلا؟ الفايل كومبريسنج ضروري جدا جدا في ملفاتنا عموما، خلينا ندي مثال مثلا فيديو حجمه كبير جدا فلنقل خلينا مثلا نقول رقم واقعي إن هو مثلا 200 ميجا. فالفيديو ال 200 ميجا ده أنا والله عملت سكرين ريكوردنج وعايز أبعته لواحد صاحبي بسرعة فأكيد مش هبعته 200 ميجا على واتساب. النت بتاعنا ربنا يبارك له ما اظنش ان احنا يعني هنبقى حاجه واقعيه ان انا ابعت له فيديو 200 ميجا على الواتساب. فانا بقوم جاي عامل للفيديو ده كومبريسنج تمام علشان ابعته له. طب بغض النظر ان انا عايز ابعته انا جهازي محدود جدا مع 256 512 فهو اصلا الجهاز مساحته صغيره فانا عايز اظبط الموضوع ده. بعمل ايه؟ بضغط الملفات اللي عندي عن طريق ان انا بحولها لنوع تاني من الملفات بخليها اسمها زيب فايلز ودي بتبقى مضغوطه جدا بيبقى كل ملف في بوكس واحد تقدر تنقله من مكان لمكان وتقدر ان انت تظبطه في المستقبل. طبعا عندنا العديد من الامتدادات عندنا مثلا الدوت زيب وعندنا الدوت رار وعندنا العديد من الكompressing methods اللي ممكن نستعملها للحاجات دي. برضو من ضمن الاساسيات اللي محتاجين نعرفها ان كمان الكompressing بيتعمل علشان
نsecure بيه الpasswords بتاعتنا علشان مش كل الناس تقدر إن هي تشوفها. ممكن نعمل للfile ده نحوّله لzip file، وبعد ما يتحوّل لzip file نحط له password تاني، يبقى password على الpassword، فنحمي باسورداتنا كلّها بهذا الشكل. ده ملخص الدرس. خلّينا نعمل overview. إحنا في الدرس ده فهمنا مفهوم نظام الملفات عمومًا، الموضوع بيمشي إزاي، إيه هو الترتيب الشجري، والC اللي هو partition C عندنا إيه في partition C، عشان نبقى فاهمين والله الprogram file ده فيه إيه، والprogram file 68 فيه إيه. وهُم عمومًا هُم الاتنين بيبقى فيهم apps، لكن ممكن ال68 يبقى فيه apps من نوع معيّن شوية. عرفنا الفرق بين الNTFS والFAT32، وعرفنا إن أنهي فيهم القديم وأنهي فيهم الجديد، وعرفنا الNTFS ضاف لنا إيه أصلًا في أنظمة الfiles عندنا الحديثة. وعندنا مهارة الfile explorer اللي إحنا عملناها اللي هي الWindows E، وإن إحنا إزاي نتنقل ما بين الfiles بشكل مريح، وإن إحنا نستغل الfeatures دي في إن إحنا نخلّص شغلنا بشكل أسرع. واتكلمنا في النهاية عن الcompression وإيه أهميته من الناحية التقنية ومن الناحية العملية عمومًا. وأظن كده إن ده كان درس النهارده. الassignment كالعادة والواجب إن أنتم تدخلوا على الhard بتاعكم، الhard disk أو الpartitions، وتحددوا الفرق بين أنواع الملفات، ملفات النظام وملفات المستخدم، وتشوف أنت ملفاتك إيه وملفات الoperating system إيه. وتشوف كده لو أنت دخلت على file كبير وتشوف فرق بين حجمه قبل وبعد، لو أنت مسحت منه حاجة، وتبدأ إن أنت تدعبس شوية عندك في الvirtualbox. وإن شاء الله تستنوني في الدرس التالت هنتكلم فيه عن أمان النظام أصلًا والصلاحيات. في رعاية الله.